السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا هنعمل فيديو جديد. طبعا كتر الفيديوهات او كتر الامثلة اللي انا بعملها لكم هنا في الكورس، طبعا انت لازم تتفرج على الفيديوهات دي كلها. مش معنى انك اتعلمت خلاص ما تتفرجش على الامثلة دي كلها، لا، الامثلة دي كلها هي اللي هتديك حتة الخبرة، اكنك انت عملت الاعلان بالظبط، لانك بتتابع معايا لحظة بلحظة وانا بعمل الاعلان من مجرد من اول الانشاء لحد نهاية الاعلان، لحد ما بيبقى نشط وبيجيب تفاعل او رسائل زي ما احنا محددين في الاعلان. تمام. النهارده الاعلان النهارده هيكون عن منتج كوتشي. المنتج ده اللي معانا في الصورة ده. تمام. هنعمل الاعلان. طبعا انا كنت اشتغلت على الاعلان ده في سايم قبل كده، اللي هو القسيمة دي، ولكن ما حققتش المردود اللي هو يعني صرفت $5 مقابل 5 رسائل بس. لان ليه بقى؟ السبب في ايه؟ ان المنتج ده كان في بني سويف، وبني سويف النطاق بتاعها ضعيف جدا، فده بيرجع ان احنا لازم ان احنا نزود الميزانيه. ولكن ان احنا نعمل اعلان النهارده هنحاول نضغط الميزانيه شويه، بحيث ان هو يجيب تفاعل اكتر في الايام الباقيه بالنسبه للعميل وكده. هنعمل على انشاء، وهنعمل طبعا اعلان رسائل زي كل مره، مفيش مشكله. هنضغط طبعا اسم الاعلان، هنسميه باسم البيج معانا اسلام بدر، اسماعيل بدر براند. بعد كده هنضغط متابعة. ممكن نعمل ميزانية مثلا 150 لمدة يوم مثلا. تمام. هنضغط التالي زي كل مرة عادي، مفيش مشكلة. طبعا اعلان برضو رسائل الوصول. انت متخيل ان الوصول في مصر كلها بيكون 42 مليون في حالة ان احنا اخترنا السن من 18 ل 65 من غير ما نختار اي استهداف، ولكن بيبقى الاعلان على مصر كلها. تمام. هنختار من هنا الميزانية كلها هتبقى 150. تمام. هنختار هنا الانتهاء النهاردة 3، يبقى الانتهاء يوم 4. تمام. هنبدأ ان احنا نختار. هو طبعا بيعمل اعلان على محيط محافظة بني سويف فقط. طبعا احنا عندنا هنا لما بنيجي نختار، الحتة دي مهمة جدا يا شباب، لما بنيجي نختار نعمل اعلان في حاجة زي بني سويف مثلا، عندنا بني سويف مدينة وبني سويف ولاية. الولاية هنا بمعناها انها المحافظة، اما المدينة هنا بمعناها المدينة، مدينة بني سويف. زي مثلا لما بنبقى في الغربية تختار طنطا ولا تختار الغربية كلها، دي نفس الفكرة بالظبط. لو احنا جينا نختار الولاية هنلاقي ان هنا العدد 800,000 زي ما انت شايف كده، العدد 800,000 في حالة محافظة بني سويف. طيب لو احنا اخترنا بني سويف المدينة، هيبقى العدد معانا كام؟ بص هنشوف دلوقتي. فالعدد 1,400,000. يبقى احنا هنشتغل على المدينة، مش هنشتغل على ايه المحافظة. طبعا هنشتغل على العدد الاكتر، بحيث ان هو يجيب معانا تفاعل اكتر. لان زي ما انتم شايفين الميزانية هتبقى ضعيفة جدا جدا، يعني 3,400 من الى 9,000 شوية. طبعا الجنس طبعا هنسيبه الاثنين. اما الاستهداف هنختار مثلا، نختار بقى استهداف عادي كوتشي مثلا. اعمل زوم ان كده كوتشي. نختار برضك منتج الأحذية. منتج الأحذية. هنختار بقى اكسسوارات الموضة. هنختار تسوق. هنختار مثلا بيع تجزئة. بيع بالتجزئة. وهنختار مبيعات. بعد كده طبعا احنا هنختار انت كده الحاجات الأساسية، هات لنا بس المتسوقون المتفاعلون. تمام. بعد كده هنضغط على اقتراحات ونختار بقى. طبعا ما ينفعش تختار أحذية واحنا اخترناها مرة زي ما انت شايف، لان كده كده انت كده حذفت الأحذية من الموضوع اصلا. هنختار تسوق على الشبكة، نختار تسوق وموضة، نختار
ممكن تختار ملابس لو انت لقيت النطاق ضيق جدا جدا جدا، فممكن تختار معاهم ملابس برضو. تمام، اختار ملابس برضو من ضمنهم. بس تقريبا يعني احنا كده خلصنا الاستهداف، مفيش حاجة تانية جديدة ان احنا نضيفها في طبعا الجمهور هيبدأ هنا يشوف العدد هيبقى كام بالظبط، اتمنى انه يكون كويس. هنختار بقى المواضيع اليدوية معانا، هنشيل ماسنجر ممكن نسيب انستا. تمام، ولكن نشيل انستا ونخلي ماركت بليس مع الاخبار. هنشيل الستوريز وهنشيل المقالة وهنسيب البحث. تمام، نستنى نشوفه على ما بيعمل الجذب بتاع الميزانية او الاستهداف والوصول، هنشوفه هيبقى معانا كام بالظبط. 8,100,000. انا بالنسبة لي ده شيء عظيم جدا بالنسبة لمحافظة بني سويف، يعني انت عندك بني سويف اصلا ضعيفة جدا. هنضغط على التالي. بعد كده بقى هنضغط على، طبعا هو بيفتح معاك اخر صفحة او اخر بيج انت عملت عليها سبونسر. تمام، هنسيبها وهنعمل هنختار البيج اللي احنا هنشتغل عليها، اسماعيل براند. هنعمل اختيار منشور، تحديد منشور، ونرجع للمنشور اللي احنا هنعمله للسبونسر، ونضغط على الساعة وناخد الاي دي اللي هو من بعد العلامة دي، ناخده كوبي ونروح على السبونسر، هنعمل بحث عنه بحيث ان هو يظهر لنا في ثانية، ونعمل متابعة للبوست. بس كده احنا شبه خلصنا يا شباب اهوت. بس كده هيبدأ ان هو يتراجع معانا، وفي لحظات خفيفة هيبدأ ان هو يتقبل على طول. تمام، هنضغط على نشر من هنا، وهنضغط على مدير الاعلانات علشان نفضل مسايبين الفيديو معانا وهو بيتراجع. نسيب الصفحة دي معانا زي ما انتم شايفين كده يا شباب اهوت. تمام، كده احنا خلصنا فيديوز بتاع النهارده. في امثله تانية هنشرحها اكيد في الكورس ان شاء الله باذن الله. طبعا انا بشرح لكم مثال، انا ما بوقفش الاعلانات دي لان ده شغل، فانا بشرح لكم المثال بالشغل اللي انا بعمله بحيث ان هو يكون عملي قدامكم. فعندنا هنا يعني في سبونسر هنا اهوت الاولاني اللي احنا عملناه خالص في بدايه الكورس ده، لكل محادثه بيصرف جنيه ونص، يعني كويس، يعني صرف جاب 33 محادثه في وصول 2300. المحادثه الواحده بجنيه ونص، فده كويس جدا جدا، يعني النتائج كويسه جدا. فاتمنى ان شاء الله ان يكون تقدروا تستفادوا من الكورس ده جدا، واتمنى ان انتوا تخلصوا الكورس ده على خير وتبداوا ان انتوا تبداوا تشتغلوا على طول. طبعا انت هتخلص الكورس ده بعد ما تتفرج على الامثله دي كلها بتاعت الشرح دي كلها. عايز اقول لك ان انت كده بقى يبقى عندك خبره كافيه انك تشتغل في اي مجال من انواع المجالات دي. احنا مثلا عملنا اعلانات مع بعض، عملنا اعلان ملابس مع بعض، وعملنا اعلان كوتش مع بعض، وعملنا اعلان بتاع صنايعي بيعمل الالمونتال والحاجات دي. فطبعا انت دلوقتي بقى عندك خبره في كذا حاجه اهوت، ولسه طبعا في الكورس قدامنا طويل جدا، هنبدا نشرح فيه حاجات كتير قوي قوي قوي. حاول انك ما تأزعش فيديو، ما تسيبش فيديو ما تتفرجش عليه، حاول انك تتفرج على كل الفيديوهات بحيث انك، انا ساعات بقول حاجات في الفيديوز ما كنتش قلتها في شرح قبل كده او في شرح الكورس الاساسي، ساعات بقولها في الامثله وانا بشرح وانا شغال عملي. فحاول انك تتابع الكورس كله دقيقه بدقيقه، ما تفوتش اي حاجه فيه خالص. واتمنى بجد من قلبي ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفادوا منه، مش عشان حاجه، علشان ان انا انت قاعد وبتضيع وقت في تتفرج على الكورس ده، فلازم ان شاء الله انك تكون استفدت. وطبعا الجروب موجود عندكم برضو، بحيث لو في اي حد عنده مشكله، عنده اي حاجه، كلمني وانا هتواصل معاك واقول لك المشكله تحلها ازاي باذن الله. يلا بقى نتقابل على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.